بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم إسلام صقر. فيديو النهاردة بعنوان رسائل مصر للعالم. ليه الدول العظمى بقت بتعمل لمصر ألف حساب؟ هي مصر بقت دولة عظمى؟ بص يا سيدي، هقولك، وعلشان أقولك لازم أحكي لك عن بعض الرسائل وأسبابها. في رسائل كتير أرسلتها مصر للجميع ووصلت لهم وفهموا المعنى اللي وراها وفهموا معناها كويس جدا. وفي الفيديو ده هعرض لحضراتكم رسائل مصر لبعض الدول. تابعوني لنهاية الفيديو عشان نعرف أصل الحكاية. فاصل ونواصل. جزيرة يا رجالة! جزيرة! الله أكبر! في عز اعتصام رابعة تحرك الأسطول الأمريكي في البحر المتوسط وهلل الخونة والمغيبين في إشارة رابعة وقتها، ولكن الأسطول ده تفاجأ بطيران مقاتل مصري يحلق فوقهم وفي مرمى النيران دون أن ترصدهم الرادارات الأمريكية. وكان من الممكن إغراق الأسطول الأمريكي في دقائق، ولم يعرفوا من أين جاءت الطائرات. وجاءهم اتصال من وزير الدفاع وقتها تشاك هيجل بالانسحاب والرجوع فورا. دي الرسالة الأولى. انتقادات ألمانية وإهانة للجيش التركي على ضعفه وقلة خبرته في استخدام السلاح الألماني، وإهانته له بعد التشويش على غواصتين وإخفائهم في مياه البحر المتوسط من بحرية معلومة تسيطر على البحر المتوسط وتحمي حقولها للغاز وتحمي الساحل الليبي. دي الرسالة الثانية. ثم تدخل روسيا على نفس الخط وتوجه لوم وإهانة لتركيا بسبب ضرب منظومة الدفاع الجوي من طيران مجهول. هو استهتار وقلة خبرة ووعي من الجيش التركي، ولا بد من محاسبة تركيا على إهانة منظومة الدفاع الجوي الروسي وإهمال جيشها الضعيف أمنيا. دي الرسالة الثالثة. تم ضرب مطار معتيقة بصاروخ شبحي متطور موجه بالأقمار الصناعية بدقة وصلت ل 100%، ولم ترصد الأقمار الصناعية الصاروخ لحظة إطلاقه ورصدت فقط الانفجار. دي الرسالة الرابعة. ثم جاء وفد رفيع المستوى من الجيش الأمريكي والمخابرات بعدها بيومين إلى مصر لمحاولة معرفة شيء، لكن إحنا ما عندناش أي معلومة أو فكرة عن الصاروخ. وصرحت أمريكا والناتو بأن هذه التكنولوجيا المتطورة لا يمتلكها الجيش الليبي. ودي الرسالة الخامسة. ضرب الإرهابيين في ديرنا اللي قتلوا 21 مصري بطائرات معلومة ومخازن الأسلحة والذخيرة تحت الأرض في مخابئ سرية، وذهول الجميع عن علم الجيش المصري بإحداثياتها ودقة الضربة وقوتها المركزة مع حساب الموجة الانفجارية التي لم تصيب سوى معسكر الإرهابيين ومخازنهم تحت الأرض فقط. ودي الرسالة السادسة. عندما هددت إسرائيل بتوجيه ضربات في سيناء خوفا من تسلل الإرهابيين منها إلى أراضيها أو إطلاق صواريخ عليها من سيناء، تم الرد عليهم بأن أرسلت الصقور المصرية شفرة منظومة حوم الصاروخية القبة الحديدية، وتم السيطرة عليها. وكان هناك أمران لإسرائيل: إما خسارة المنظومة بتدميرها والتكلفة ستكون باهظة جدا، أو الرضوخ لمصر ونسيان ما يفكرون فيه. وتم إقالة مدير المنظومة والتحقيق معه ومع بعض قيادات في الموساد وإحالة بعضهم للتقاعد. واتصل وقتها أوباما بالسيسي 3 مرات لما كان وزير للدفاع، وعدلي منصور رئيس الجمهورية، ولم يرد على اتصالاته، وقال في رئيس للجمهورية فليتصل به. ودي الرسالة السابعة. اقتحام جبل الحلال وتطهيره في عملية عسكرية معقدة تحتاج مجلدات لشرحها، وتم فيها قتل وأسر العديد، ومنهم عناصر مخابرات لعدة دول مع أجهزة كمبيوتر حديثة متطورة تتصل بأقمار صناعية، ومنها التي أطلقت الصاروخ الذي أسقط الطائرة الروسية فوق سيناء. وتذكر بعدها عزيزي المتابع، جاءوا إلى مصر مسرعين كثيرا من قيادات أوروبا وأمريكا، لأنهم يعلمون أن الجيش المصري حصل على كنز معلومات وأوراق تدونهم جميعا. وهتلاقي فيديو أسطورة جبل الحلال هيظهر في علامة الآي فوق، وهسيب لينك الفيديو في صندوق الوصف أسفل الفيديو تحت. ودي الرسالة الثامنة. فتح تجسس أمريكا على 35 رئيس دولة، فتح إيميلات هيلاري كلينتون وصناعتها لداعش مع أوباما. ودي الرسالة التاسعة. الحصول على أوراق تجنيد محمد مرسي ووصولها ليد القضاء المصري، والحصول على وثيقة ب1000 كيلو متر من سيناء، يعني معناها اختراق لجهاز الأمن القومي الأمريكي. ودي
الرسالة العشرة. يعني الخلاصة، ضربنا منظومة دفاع جوي أمريكي وروسي، وسيطرنا على غواصات ألمانية، وخفينا طياراتنا عن الرادارات بتاعتهم وعن أقمارهم الصناعية، وفكينا شفرة منظومة دفاع جوي صاروخي وما خفي كان أعظم يا عزيزي. يا ترى لسه هتسأل أو تتعجب من إن مصر بقت دولة عظمى، وإن مصر استعادت مكانتها العربية والأفريقية والعالمية اللي كانت ضاعت وتاهت في السنين اللي فاتت؟ ارفع راسك لفوق للسماء وقول بكل فخر: تحيا مصر. افتخر بجيشك، افتخر بجهاز مخابراتك، الصقور المصرية، افتخر بأنك مصري، وارفع راسك لعنان السماء، وسيبك من النكسجية والفشلة عشاق الانبطاح والخنوع. سيبك من اللي حاسين بالدونية واللي بينتموا وبيفتخروا بدول تانية غير بلدهم، وبيفتخروا بجيش غير جيشهم. بلدهم مصر اللي ليها الفضل الأول والأخير عليهم بعد ربنا سبحانه وتعالى، بس للأسف دي ناس عاشقين للدونية والانبطاح. وفي النهاية أتمنى تكون رسالتي وصلت. اللهم احفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء. اللهم احفظ جيش مصر وشرطتها. اللهم ارحم شهداء الوطن. عاشت الأمة العربية، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.